السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجينا لكم في فيديو جديد مع أحمد ومهرة. دلوقتي هنتعرف على 3 أسرار في تربية الجوارح. أول حاجة، لازم نشمس الطير من بعد ما يجي من عند الصياد. أنا هفرجكم مهرة دلوقتي بعد ما قعدت معايا 3 أيام شمستها. دلوقتي أنا هديتها خالص وهعرفكم إزاي بنهدي الطير. مهرة حتى لو بتعض فهي عادي. أول حاجة بنعملها، أول فايدة من الأسرار، لازم الطير نشمسه كويس. نقعد مع الطير بتاعنا ولازم نشمسه كويس بحيث إن الريش بتاعه يتظبط. مهرة من العقاب الملكي الشرقي الجميل اللي هو بيديك شخصية وهيبة. حتى ما شاء الله مهرة عندها ثبات انفعالي حلو جدا. تمام، وهنتكلم بعدين حلاوة العقاب الملكي الشرقي. دلوقتي هعرفكم على مهرة واحنا عملنا ايه معاها وازاي فترة التدريب بدأناها. اول حاجة جبناها المهرة، معلش هنبرقعها بس. اول حاجة جبناها المهرة وهي الميزان. ده الميزان ده فوائده كتير. اول حاجة بنحسب لمهرة عليه وزن الاكل اللي هنوكله لها. ليه فايدة تانية، بنعرف وزنها هي. طب انت هتقول لي هنعرف وزنها ازاي والميزان صغير؟ مش هي الطيرة مش هتستحمل انها تقف عليه. لا، الميزان ده بيشيل لغاية 10 كيلو. بنوقف الطيرة عليه بقى ازاي؟ ونيجي هنا للتركاية ان احنا بنوقف عليه الطيرة ازاي. بنروح عند النجار ونخليه يعمل لنا حاجة زي كده. دي تقف هنا كده، بصوا، تقف هنا كده بحيث ان هي تبقى موسطنة. والطير بنجيب رجل هنا ورجل هنا كده نقدر نحسب ميزان الطير كل يوم. وده سر كبير محدش هيعلمه لكم غير في قناة ملك الجوارح. دلوقتي الطير ده مش بيحبنا على حاجة. الطير ده مربوط بينا عشان الأكل، لكن هو بيتعرف علينا عشان احنا بنشاركه حياته اليومية. احنا أول حاجة هعلمها لكم واحدة واحدة ازاي بندرب الطير، وازاي الميزان ده ليه فايدة كبيرة قوي في حياة الطير وفي حياة كل ملك الجوارح. وازاي هو ليه أهمية كبيرة، وازاي ان هو اكتر حاجة بتحافظ على الطير وان الطير ما يهربش منك. دي هنعرفها في فلوجات جاية كتير. بس انا كده اديتك معلومة. اول حاجة لازم نستخدمها ميزان زي ده. تاني حاجة ومن الحاجات الأساسية، إن أنت جبت طير زي كده بيقف فترة طويلة عندك وما بيتحركش غير وقت التدريب. أنت دايما بتبقى ملبسه البرقع، فلازم تستخدم وقر مناسب جدا إنك تحافظ على رجل الطير. الطير ده دايما كان بيطير وكده، ما بيقفش الفترات دي كلها. ده يعني هو حياته اليوميه ان هو بيتحرك دايما. لكن احنا دلوقتي الطير دلوقتي في اسر، فممكن اغلب الوقت ما بيبقى متبرقع كده. لازم يقف على حاجه هي مخصصه ليه. ما ينفعش ان انت توقفه على اي حاجه يجيله مرض اسمه مرض السمار. وده هنتكلم عنه في فيديوهات كتير، وازاي غلط ان انت ما ينفعش تسيب الطير يقف على اي حاجه كده وخلاص. هوريكوا حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها للطير. بنجيب حبل كتان زي ده، بنلفه على ماسوره زي كده مثلا، او بنعمل زي صبة وبنعمل فيها فرعين خشب وبنلف عليه برضو حبل كتان. وده حلو جدا، مفيد جدا لرجل الطير. دي من الفوائد جدا انك تحافظ على رجل طيرك. يعني احنا مثلا ده الحبل بنلفه زي كده، والطير بنعمل له قاعدة من هنا كده يقف. وهوريها لكم في فيديوهات جاية كتير. الوقر ممكن نعمله كذا وقر ازاي، وده مهم جدا لرجل طيرك. لو انت هتبدأ تربي جوارح وكده لازم تستخدم الوقر المناسب علشان الطير بتاعك ما يتعبش. تالت حاجة ولا هي، لازم نشمس الطير. الطير لازم يقعد فترة حلوة في الشمس. ما ينفعش تفضل حبسه طول الوقت في الظل، ده غلط ليه. لازم تدخل له شمس، فيتامين عشان جناحاته والريش بتاعه يكمل والكلام ده كله. هفرجكم على مهرة بعد ما انا شمستها ووزننا الطير وبدأنا معاها رحلة التدهيل. دلوقتي انا هعرفكم في فيديوهات جايه كتير ازاي نعرف ندهل الطير بتاعنا لغايه ما يقف في الوقفه دي من غير برقع زي ما انتم شايفين كده.
طبعا مهرة كانت لسه جاية وحش، ما كملتش اسبوع معانا، والحمد لله وبفضل الله مهرة دلوقتي هديت شوية وسابتني حاسس عليها. الأول كانت بتعض، وحتى لو بتعض ما ينفعش إن احنا نرد لها الإساءة. هي مش فاهمة هي أصلا بتعمل إيه ولا فين. عشان كده لازم، ما شاء الله يا مهرة، لازم نتعود إن الطير حتى لو عضنا ما ينفعش إن احنا نرد له الإساءة، نسيبه يعضنا. وأهم حاجة ما نخافش منه، وده هنعرفه في فيديوهات جاية كتير إن احنا إزاي ندرب طيرنا. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك وسبسكرايب وتفعل سر الجرس. بص حتى مهرة يعني انا كنا خلاص هننهي الفيديو، حتى مهرة خلاص حفظت البرعة، وده هعرفه لكم ازاي بنعمله في الفيديوهات جاية كتير. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم فيديوهاتي، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. ولو احتجتوا حاجة في تربية الجوارح، اسمي احمد علاء على على الانستجرام، ممكن تخش تبعتولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.